السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد اللي دي يشوفون هذا الفيديو راح يأيدوني إذا قلت أن مباراة العراق والسعودية ما كانت مباراة كرة قدم فقط، وإنما شيء أكبر من كونه مباراة كرة قدم بين فريقين. وكل اللي صار قبل المباراة وأثناء المباراة وحتى بعد المباراة يأكد صحة كلامي. وإذا ردت أنطي وصف حقيقي لهذه المباراة فما راح ألقى وصف أفضل من أنه الفريق السعودي جاي حتى يرد على تصريحات يونس محمود، والفريق العراقي جاي حتى يدافع عن يونس محمود. ومثل ما شفنا اللاعبين بالفريقين دخلوا المباراة في حالة عصبية ما تخليهم يلعبون كرة قدم، وهذا انعكس على الأداء الهجومي والدفاعي من الشوط الأول والاستعجال لتسجيل هدف من الفريق العراقي حتى يدافعون به عن يونس، ومحاولة وقوف الفريق السعودي بقوة وصلابة دفاعية حتى يثبتون عكس كلام يونس. وهنا طلعت المباراة خارج نطاق المدربين رينارد وكاساس، ومثل ما شفنا الفريق العراقي سحب المباراة في الشوط الأول إلى مباراة بدنية والتحامات وضغط على الفريق السعودي. والحقيقة الفريق العراقي نجح بالشوط الأول بفرض أسلوب العصبية وأخرج المباراة عن سيطرة الفريق السعودي، لكن لحد هنا بعدنا ما شايفين لا تكتيك ولا مهارات فنية ولا كرة قدم أصلا. وانتهى الشوط الأول والفريق العراقي الأفضل عصبية والفريق السعودي الأفضل صمودا لمواجهة الضغط العراقي. وإجا الشوط الثاني وبعد الفريق العراقي على نفس الإصرار على العصبية باللعب، لكن الجو العام كان رايح باتجاه الفريق العراقي، وكان واضح أنه العراق يريد يسجل. لكن بعد 7 دقائق من الشوط الثاني صارت ضربة جزاء على منتخبنا وإجا منها هدف السعودية الأول. وهنا دخل الفريق العراقي ولاعبيه في ضغط آخر وهو الضغط النفسي، يعني بالإضافة إلى ضرورة الضغط على الخصم من اللاعبين صار هسه اللاعب لازم يضغط على الخصم وعلى نفسه. وهنا رجعت المباراة للمدربين، وبصراحة الهدف السعودي الأول من ضربة جزاء ما غير شيء بالفريق السعودي، وبقى الفريق العراقي يضغط على الفريق السعودي. لكن اللي صار بعد دقيقة واحدة من الهدف هو أنه كاساس أجرى تبديلين، وهذه التبديلين على الورق كان الهدف منها إخراج أجنحة مدافعة وإدخال أجنحة مهاجمة، يعني إخراج مصطفى سعدون وأحمد مكنزي وإدخال علي جاسم وماركو فرج. هو حل سليم لكن إذا كنت متعادل ومو متأخر بالنتيجة. وهنا نشوف بأنه المدرب رينارد استغل هذه التبديلات بأنه صار يلعب على الأجنحة، وانكشف عندنا الدفاع العراقي أمام الهجوم السعودي، وصار يبين عمل الفريق السعودي. ومع ذلك ومع التبديلات اللي كانت خاطئة من كاساس واللي خلت الفريق السعودي يلعب بشكل أفضل، رجع الفريق العراقي وسجل هدف بعد 5 دقائق وبدأ الفريق يتنفس من جديد. لكن فجأة يظهر كاساس من جديد ويسوي تبديل آخر يخلي الدفاع العراقي ينكشف أكثر، ويخلي أمجد عطوان يتحمل ضغط أكبر دفاعيا، ويطلع أمير العماري واللي هو كان آخر حجر مهم في بناء جدار العراقي الدفاعي لمنطقة الوسط. وهنا صار رينارد المدرب السعودي أمام مجموعة من الهدايا قدمها إلى كاساس في أهم وقت من المباراة، وبعدها صار الفريق السعودي يلعب بأريحية كبيرة، وبعدها أنتم تعرفون اللي صار. لكن صدقوني لو باقي المباراة على العصبية وما رايحة للمدربين كان ممكن فريقنا يفوز بالنهاية، لكن تبديلات كاساس وتدخله تكتيكيا خلى المباراة تروح للفريق السعودي. وهسه صار واضح لنا أسباب تفوق الفريق السعودي بالثلث الأخير من المباراة، لكن احنا لحد الآن بعدنا ما سولفنا عن الأسباب الحقيقية لخسارة فريقنا المباراة. واللي شاف المباراة مرة ثانية راح يتوصل إلى نتيجة، وهي أنه كان واضح جدا في الشوط الأول من المباراة بأنه فوز الفريق العراقي إجا وقته وخسارة الفريق السعودي مسألة وقت. لكن فجأة في الشوط الثاني انقلبت الأمور وصار فوز الفريق السعودي هو اللي إجا وقته، وخسارة الفريق العراقي أصبحت مسألة وقت. وهواية من الأصدقاء والناس والجمهور يتكلمون عن أسباب الخسارة، قسم يقول اللاعبين، وقسم يقول المدرب، وقسم يقول يونس، وقسم يقول الاتحاد، وقسم يقول اللجنة المنظمة ومسألة الجمهور وعدم دخول الملعب بشكل صحيح. لكن الحقيقة
المشكلة موجودة داخل المستطيل الأخضر والمنطقة الفنية اللي بين المدرب وخط الملعب. يعني من الأخير المشكلة مشكلة فريق ومدرب فقط. وبصراحة لا حد يقول لي المشكلة عدم استقرار بالتشكيلة، لأن هواية من أخطاء الفريق كان سببها مو تغيير التشكيلة، لكن سببها عدم توظيف اللاعبين بشكل صحيح وعدم دخول المدرب في بداية المباريات بأسلوب صحيح. يعني بمعنى آخر الفريق مو مشكلة يتبدل به مجموعة لاعبين من فترة إلى أخرى، لكن المشكلة المدرب هو نفسه دا يتغير من مباراة إلى مباراة. وهذا بالضبط اللي دا يصير مع منتخبنا وكاساس، والمشكلة الأكبر دا تتوضح لنا بالمستطيل الأخضر. يعني المشكلة موجودة باللاعبين، وإذا ابتعدنا عن الصورة شوية فأكيد راح نشوفها زين. وبصراحة اللاعبين إذا تقارنهم بكل لاعبين المنتخبات اللي إذا تنافسك وتلعب وياك بكأس الخليج أو بتصفيات كأس العالم، فما راح تشوف أكو فرق كبير بالأداء الفني للاعبين، لكن راح تشوف أكو فرق بالمستوى العام للفرق الأخرى. وهنا تبين عندنا مشكلة بين اللاعبين وكاساس، وهي أنه كاساس ما عنده القدرة أنه يميز بين اللاعب الجيد واللاعب الأفضل. وأنا برأيي الشخصي اللاعب اللي يلعب جيد ويستمر بهذا الشيء هو لاعب منتخب، لكن اللاعب اللي يلعب يوم زين ويوم مو زين هذا لاعب نادي وما يصلح أنه يلعب للمنتخب. وهذا كله يتحمل المدرب كاساس، لأن إذا تجي تقارن كاساس والمدربين مع باقي الفرق بالمنطقة راح تشوف مثلا مدرب الكويت بدأ يبين عمله بأشهر قليلة، ومدرب البحرين عمله جدا واضح مع الفريق البحريني. ومعظم هذول المدربين ما كانوا مستقرين على تشكيلة واحدة لفرقهم، لكن حققوا تطور ملحوظ مع فرقهم خلال فترة قصيرة. وهنا لازم نسأل سؤال مهم، هو منتخبنا شلون راح يصعد لكأس العالم مع كاساس؟ وأنا هنا أعتقد بأنه المباراتين القادمة مع الكويت وفلسطين بالتصفيات راح تأهل منتخبنا إذا ما تعثر الفريق الأردني، وتبقى لنا مباراة مع كوريا في البصرة، وإحنا هسه ثاني بالمجموعة. يعني الأمور سهلة، لكن إخواني خلونا نكون صريحين ويا نفسنا، إحنا نقدر نتأهل لكأس العالم من هذا الدور أو الدور الآخر، لكن بصراحة الأمل انتهى بأن يكون عندنا فريق جيد يمثلنا بكأس العالم بشكل جيد. وكل أحلامنا بأن يكون عندنا فريق للمستقبل، وبناء فريق للمستقبل انتهت ويا كاساس، لأن بصراحة كاساس بهذه الأفكار ما يقدر يبني فريق للمستقبل. ولو كان كاساس مدرب جيد ويتعامل بذكاء كان استغل حالة التحدي اللي كانت عند الفريق قبل المباراة مع السعودية مثل ما استغلها رينارد مدرب السعودية، لأن الهجوم الإعلامي على يونس محمود خلى جميع لاعبين منتخبنا يدخلون المباراة بدافع الفزعة ليونس محمود، لكن الفريق فشل بسبب ضعف المدرب وعدم قراءته الصحيحة للموقف. وأكو مسألة جدا مهمة تأثر على تطور اللاعبين والفريق، وهي البناء النفسي الغير جيد للاعبين قبل المباراة وأثناء المباراة وحتى بعد المباراة. وهذا نلاحظه حتى في حالة فوز الفريق. يعني الفريق العراقي إذا فاز يفرح فرحة كبيرة هو وجمهوره، بس لما يخسر يزعل ويتأثر نفسيا هو وجمهوره. وهنا راح يطلع اللاعب خارج نطاق كرة القدم في كل مباراة. والدليل على كلامي هو أي لاعب يلعب مع المنتخب في أول مبارياته ينطي كل ما عنده ويلعب بكل مهارته وبكل ما يعرفه عن كرة القدم، وبعد ما يمر بعملية الفوز والفرح والخسارة والحزن مع الجمهور لعدة مرات يصير بعدها ينزل مستواه ويصير لاعب عادي بالملعب. وعندنا هواية أمثلة بالمنتخب هم لاعبين على مستوى عالي لكن بعد فترة ما يقدم كل اللي عنده بسبب الضغط النفسي الكبير على اللاعب. وانطيكم مثال واحد بالمباراة وهو إبراهيم بايش. هذا اللاعب قدم مباراة تكتيكية وبدنية كبيرة بالشوط الأول مع السعودية، لكن لما نتسبب بضربة جزاء والغير مقصودة على منتخبنا وإجا منها الهدف الأول للفريق السعودي طلع هذا اللاعب خارج نطاق الخدمة وفقد تركيزه بالملعب بسبب الضغط النفسي والتفكير بالعواقب بعد المباراة ورد فعل الجمهور عليه. واللي سواه كاساس بعد الهدف هو أخرج الأجنحة مصطفى سعدون وأحمد مكنزي ودخل علي جاسم وماركو فرج. وهنا كاساس أنهى إبراهيم بايش نفسيا، لأن كاساس
أخرج مصطفى سعدون ورجع إبراهيم بايش للخلف كمدافع، وإبراهيم بايش كان بعده تحت الصدمة من ضربة الجزاء. وهنا يبين عندنا تهور المدرب وعدم قراءته النفسية للاعبين. وأنا متأكد لو باقي إبراهيم بايش للأمام وخلفه مصطفى سعدون كان صار إبراهيم عنده أمل في أنه يسجل في صالح الجمهور العراقي، خصوصا لو كان كاساس أدخل علي جاسم في جهة اليسار، وكان صار عندنا إبراهيم بايش ومهند علي وأيمن حسين وعلي جاسم كلهم للأمام، وكان بالتأكيد ينهار الفريق السعودي بالنهاية. وهنا أعتقد قربت لكم الصورة أكثر وتبين عندكم الأسباب الحقيقية والأكثر أهمية اللي خلت منتخبنا يخسر أمام الفريق السعودي، وبينت لكم أنه المنتخب السعودي ما كان هو الفريق الأفضل بالمباراة، لكن الهدايا التكتيكية اللي انطاها كاساس لرينارد هي اللي سوت الفارق وحولت الفوز إلى خسارة. والدليل على كلامي بأنه الفريق السعودي خسر مع الفريق العماني بنصف النهائي، مع العلم الفريق العماني ب10 لاعبين فقط. فلذلك احنا وقفنا كثيرا بجانب كاساس، لكن من الآن فصاعدا راح نكون أمام كاساس ونواجهه بأي حركة غير صحيحة يعملها بالمباريات، لأن بصراحة ما بقى وقت كافي لإعطاء الفرص للمدرب. وبالنهاية خلونا نسأل نفسنا بعض الأسئلة، مثل: هل أنه انتهت صلاحية كاساس مع المنتخب العراقي؟ هل كاساس بتصرفاته الخاطئة يريد يخرج من المنتخب بطريقته هو الخاصة؟ هل فعلا احنا فقدنا الثقة بالمدرب؟ وهل تغيير كاساس حاليا مفيد للمنتخب أم لا؟ كل هذه الأسئلة راح نتطرق لها في الفيديو القادم، فخليكم متابعين ويانا. وشكرا لكل من كمل الفيديو الأخير، ونشوفكم إن شاء الله على خير.